هلو حبايبي، رقاق أو جلاش بالجبنة والخضار واللحمة. تعالوا نحضرها مع بعض ونشوف الطريقة. بنحتاج حبة بطاطا بنقطعها مكعبات صغيرة، حبتين جزر كمان بنقطعهم مكعبات صغيرة، حبتين توم ولحمة مفرومة وبازيلا خضرة، وبنحتاج لفة كلاج. بنجيب القلاية بنحط فيها زبدة، بنقلي اللحمة لحتى تنشف، بننزل عليها بهارات، قرفة، فلفل، ملح، توم مجفف أو بصل مجفف حسب الاختيار وحسب رغبتكم، بابريكا. بنقليها لتنشف، بننزل عليها البطاطا، بنقلبها وبننزل الجزر والبازيلا، وآخر شي بننزل التوم وبنقلبهم وبنقليهم لحتى يتجانسوا ويصيروا 3/4 الاستوى. بنجيب صينية بندهنها بزيت وبنبدأ نحط فيها الجلاش. بنحط أول طبقة وبنحط الطبقة التانية وبنغطيها، والطبقة التالتة بنغطيها وبنحط فوقها جبنة كريمة. وبعدين بعد ما ندهنها من فوق كلها بالجبنة الكريمة بنغطي الصينية كاملة وبنحط عليها كم قطعة زبدة عشان نحطها بالفرن. حطيناها بالفرن وهيك صارت جاهزة ومحمرة ومقمرة وكتير حلوة وشهية. بنقطعها وبناكلها، وصحتين. بتمنى تجربوها، كتير كتير طيبة، يمي يمي.